الأستاذ بن أحمد حوقة، أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الحقوق بفاس. كما تعرفون فموضوع الندوة تطرق لقضية الحوار الاجتماعي، خاصة في السياق الدولي المعروف بالتوجه نحو الليبرالية. موضوع مداخلتي كانت تأثيرا من الفلسفة السياسية والسوسيولوجيا للدولة الاجتماعية التي بدأت تفقد دفاعاتها التي شيدتها منذ زمن، بدأت تفقدها بسبب الزحف المتواصل للرأسمالية الجديدة. تطرقت المداخلة أيضا من خلال الوصف السيميولوجي لسياسة لما يسمى بالسياسة الحيوية لما بعد السياسة، بمعنى الانتقال من المفهوم التقليدي للسياسة المرتبط بسمو الإرادة العامة، بوجود تلازم بين طبوغرافيات إنتاج القرار السياسي والتمثيلية السياسية، إلى مرحلة جديدة تميزت بوجود انفصام بين مركز القرار أو مركز السلطة والتمثيلية السياسية. وهذا بالطبع هي خصائص للسياسة العالمية، ليست فقط في المغرب ولكن أيضا في العديد من الدول، حتى الدول الديمقراطية الغربية تعرف هذا التحول الكبير. شكرا لكم.